مساء الهنا والسعادة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشكر حبايبي اللي بيرفعولي على المنتدى، وبشكر حبايبي اللي بيحطولي اللايك واللي بيكتبلي تعليق جميل، تسلمولي يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض دانة الكراميل، حاجة كده بجد تحفة جدا. الطعم هيكون خيال، الطريقة هتكون بسيطة جدا وسهلة. بس في البداية اللي محطش لايك حطلي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. ويلا نقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه وهنعمله الدانة الجميل القمر ده ازاي. مقاديرنا: معايا كيلو من الحليب، معايا كوباية من السكر، 3 معالق من النشا، معلقة زبدة كبيرة، ومعايا شوية كده من القشطة، قشطة بلدي. حابة ان انت تجيبي المعلبة ماشي. اول حاجة كده هقول بسم الله، وفي الحلة كده حطيت بقى كوباية السكر علشان نكرملها. انا هنا مولعة بقى النار على نار هادية كده علشان السكر ما يتحرقش مني، لاني لما بيتحرق بيمرر. وزي ما انتوا شايفين كده اقلب بقى كده علشان اللون كله يبقى لون واحد. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا جدا، بدل ما نشتري طبعا من بره. دلوقتي العلبه بتعمل لها 7-8 جنيه، ويا عالم ممكن تكون اكتر. وعايزه اقول لكم ان هي فيها معلقتين، ما فيهاش كتير والله، العلبه بتاعتها صغيره خالص. فاحنا نعملوها بكيلو بس من الحليب، هنعمله ما شاء الله اللهم بارك كميه جميله زي ما انتوا شفتوا معايا كده. هنا كده خلاص بقى، بعد ما الكرمل هنا جاب اللون الذهبي ده، هنزل بقى على طول كده زي ما انتوا شايفين معايا كده بالحليب. والحليب بيكون عادي، ما بيكونش سخن ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين اول ما نزلت باللبن لقيته زي قفش معايا كده، كله اتكلكع كده زي ما انتوا شايفين. هو طبعا هيفك بقى مع النار والغليان، هيفك كده معانا. معايا هنا معلقه الزبده نزلت بيها كده على الحليب، وهفضل اقلب بقى كده. وطبعا ما ننساش ان احنا معانا 3 معالق من النشا وربع كوبايه من الميه، هقلبهم كويس جدا. وبعد كده ننزل على طول بقى كده عليهم على الحله. الطريقه بسيطه جدا وسهله، والطعم بجد تحفه. هنا زي ما انتوا شايفين هي طبعا لسه خفيفه خالص، مجرد ما هننزل بالنشا واللبن هيغلي معانا هنلاقيها احلى دانت، هتتقل معانا وهتبقى جميله جدا. هفضل اقلب كده لحد ما يبدأ يغلي معايا. وهنا نزلت بالقشطة، يعني القشطة في حدود نص كوباية. عايزة اقول لكم هتديكوا طعم جميل جدا جدا. وكده خلاص بقى ما شاء الله اللهم بارك، بعد ما تقلت معانا وبقت جميلة، والريحة والطعم مش قادرة اوصف لكم، بجد تحفة. عندي هنا بقى الاطباق كده بتاعة التقديم هنحط فيها. حابة بقى تحطي في كاسات، في اي حاجة حطي. انا حابه كده ان انا احط في الاطباق علشان بالهنا والشفا يبقى الطبق حلو كده. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، الكميه جميله جدا. شايفين ما شاء الله بقى لما قعد شويه كده وبرد جميل جدا جدا. عندي هنا بقى البسكوت دوت كده، انا هاخده كده وهفرفته بس بايدي، وهنزل كده على كل طبق كده هنزل بحبه. عندي بقى حبه مكسرات كده هحطهم برضو على الوش. اي حاجه حابه ان انت تضيفيها على الوش ضيفيها. وهنا بقى انا حطيت كده برضو من البسكوت دوت، البسكوت ده جميل جدا. وعندي هنا حبه كده من المكسرات هحط على الوش. عايزه اقول لكم الطعم بيكون جميل جدا جدا. حابه ان انت تسيبيه ساده سيبيها ساده، احنا كده كده بنشتريها وبنجيبها من بره معلهاش اي حاجه على الوش. بس بصراحه انا حبيت احط كده شويه من المكسرات وشويه كده من البسكوت. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا جدا، الطعم تحفه وشكله كمان شيك قوي. زي ما انتوا شايفين ينفع تعمليه في عيد ميلاد، ينفع ان انت تعمليه لما يجيلك ضيوف، تعمليه لولادك، بجد بيبقى حاجه جميله جدا جدا. زي ما انتوا شايفين الكيلو اللبن عمل لنا كمية جميلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين فيديو النهاردة كده سهل وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. حبايبي اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.